هنعمل مع بعض بقى شوية جاتوه حلوين جدا جدا واقتصاديين جدا جدا، وهنشوف ازاي الكريم شانتي بتاعك حتى في الحر الشديد اللي احنا فيه ده متماسك زي ما احنا شايفين وجميل جدا، والطعم كمان غني وحلو قوي. يلا بقى بينا نشوف مكوناتنا ونشوف عملنا الجاتوه اللذيذ ده ازاي، وان شاء الله هتبقي استاذة في عمل الجاتوه. ويلا بينا بقى. مكوناتنا عبارة عن إيه؟ مكونات بسيطة جدا، عبارة عن 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ضروري تكوني مطلعة البيض من التلاجة قبل ما تشتغلي بساعة مثلا. ده إيه بالنسبة للبيض بتاعي. هبتدي بعد كده أحط عليه فانيليا، حبة فانيليا كده حلوين، لأن الفانيليا الأيام دي مش عارفة ريحتها مش قوية قوي. حابة تحطي فانيليا سائلة ماشي. رشة ملح صغيرة، حوالي ربع معلقة من الملح. دول 300 جرام من السكر أو كوباية وتلت من السكر، أنا بستخدم سكر التموين. هنا عندي مية، عبارة عن كوباية إلا ربع من المية، 3/4 كوباية مية أو 150 ملي من المية. هنا نشا، معلقتين كبار من النشا أو 50 جرام. عندي كمان بيكنج باودر، عبارة عن معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر أو كيك شيف. بعد كده عندي الدقيق، 375 جرام من الدقيق أو 3 كوبايات ونص من الدقيق، وطبعا الدقيق لازم أنخله. طب لو انا عايزه اعمله جاتوه شوكولاته، شيل معلقتين دقيق وحطي مكانهم معلقتين كاكاو، ويفضل الكاكاو الخام الاسباني بيبقى حلو جدا، وبرده تنخليه ان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات كتير. انا عملت مقدار كده ومقدار كده، بس مش هعيد لكم المقادير تاني، نعملها مره واحده. هنا عندي معلقه كبيره من محسن الكيك الجل، بتشتريه من محلات بيع خامات الحلواني. في اكياس صغيره كده، تقريبا الكيس ب10 جنيه، وفي علب كبيره العلبه كيلو. يعني يفضل هاتي الكيس الصغير، لان استخدامك في البيت مش هيبقى كتير، فهو الكيس الصغير، واللي فيه تحطيه في الفريزر او في التلاجة وتستخدميه بعدين. بعد كده بالمضرب الاول بحرك الحاجات كده بالمضرب من غير ما اشغله، عشان الدقيق ما يعفرش الدنيا. وبعد كده ابتدي اضرب، يبقى كل المكونات حطيناها مع بعض، وهضرب حوالي 7 أو 8 دقايق على سرعة عالية بالمضرب، لغاية ما تلاقي القوام بقى قوام كريمي كده زي كريم شانتيه كده خفيف. بعد كده خلاص كفاية عليا كده. عندي صاج أنا حاطة فيه ورق زبدة، وابتدي أحطه في الصاج ده مقاسه 40 في 40. أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. ليه 200؟ لأن أنت عاملاه في صاج. لو أنت هتعمليه في صينية تبقى كمية عالية على بعضيها، لا هنخليه على 180. لكن في الصاج بتعلي النار عشان ما ينشفش معاكي، عشان يستوي بسرعة وما ينشفش معاكي. 200 أو 220 كمان في الصاج. لكن لو هتعمليه تورتايه في صينية، اتفقنا على 180 أو 170 كمان. في الصاج هنا مش هياخد اكتر من 12 الى 15 دقيقه في الفرن. بفرده كويس قوي في الصاج، بعد كده بخبطه كده كام خبطه عشان اطلع اي فقاعات هواء، ما يبقاش فيه فقاعه كبيره كده في الصاج. وابتدي برضو بعصايه شيش طاووق وافضل اعمل خطوط عشوائيه كده عشان اطلع اي هواء. بدخله الفرن زي ما قلنا حوالي 12 دقيقه. خرج من الفرن هسيبه لما يبرد تماما. وهنا كنت عامله مقدار كمان من اللي هو الاسبونج الشوكولاته. هبتدي بقى أجهز الكريم شانتي بتاعي. هنا عندي نص كوباية من السكر التمويني الخشن العادي خالص، حتى نلاقي لونه غامق معلش. هحط له حوالي 2.5 كوباية من المية المتلجة، متلجة بمعنى ان هي طالعة من الفريزر، ابتدت تعمل ذرات تلج. هحط 2.5 كوباية من المية المتلجة. بعد كده هبتدي اضرب السكر مع حطيت كوبايتين ودي النص. هبتدي اضرب السكر مع الميه، ادوبهم حوالي 70 80%، مش هتدوبيهم كامل يعني. وابتدي احط المكونات بتاعتي اللي هتخلي الكريم شانتيه بتاعي متماسك. طعمه حلو جدا جدا جدا. يعني مشكله ناس كتير قوي بتبقى كريم شانتيه. هنشوف ايه السر اللي انا بعمله عشان يخلي الكريم شانتيه بتاعك متماسك. الباستري كريم، بحط باستري كريم حوالي معلقتين 3 معالق من الباستري كريم للمقدار بتاعي. بتجيبيه منين؟ برضو من نفس محلات بيع ادوات الحلواني او خامات الحلواني. حطيت 3 معالق من الباستري كريم، وهحط مع 1.5 كوباية من الكريم شانتيه البودر. كريم شانتيه المتحدة برضو بيبقى حلو جدا. طبعا ده كريم شانتيه خام. هبتدي ادوبه الاول كده بالمضرب عشان ما يعفرش كده عليا، وبعد كده ابتدي اضربه لغاية ما يتماسك معاكي.
هو المقدار كده بيبقى مظبوط جدا. لو حسيتي ان هو محتاج ميه وتقيل حطي حبه ميه، لو حسيتي ان هو محتاج كريم شانتيه وهو خفيف حطي حبه كريم شانتيه. الموضوع ايه في ايدك يعني، لغايه ما تظبطي قوام الكريم شانتيه بتاعك. انا كده كان تمام ومظبوط معايا، اتضرب حوالي 7 أو 8 دقايق والكريم شانتيه بتاعي جاهز. في الوقت ده انا بقى كنت عملت ايه، عملت سيرب اسقي بيه الجاتو بتاعي عشان الجاتو يبقى طري معاكي كده وايه وجوسي وكويس. بتعملي عبارة عن ايه، بحط مع كوباية من المية عليها نص كوباية من السكر، رشة فانيليا، واديهم ايه غلوة واسيبهم لما يبردوا. كده تمام. الجاتو بتاعي برد او السبونش بتاعي برد، بحط عليه ورق زبدة واقلبه وبرجعه تاني على ظهر الصاج. عايزه اقسمه بالنص، بعمل ايه، بشيل الورق الزبده واروح قاسمه ورق الزبده بالنص بالظبط وامشي بقى على حرفه كده واقطع. يبقى انا كده قسمتها بالنص تمام. ابتدي بقى ايه اسقيها بالسيرب اللي عملته. طب لو انا عاملاها اللي هي الشوكولاته، اسقيها بنسكافيه، اعملي كوبايه نسكافيه كده حلوه وحطي عليها ايه معلقه نوتيلا او بديل النوتيلا واسقيها تبقى تحفه. بعد كده ابتدي احط الكريم شانتي بتاعي بكيس حلواني كده توزعيه او بالسباتيول وتوزعيه اللي يريحك. بمعلقه في البيت هتعمليه برضو لو ما عندكيش الادوات دي. وابتدي ايه افرده. طبعا الطبقه اللي في النص مش مهم ان انت تفرديها يعني بالظبط. بعد كده بحط الطبقه التانية ونفس الحكايه برضو هسقيها بالسيرب بتاعي. وبعد كده احط الكريم شانتيه. الطبقه اللي فوق طبعا محتاجه ان انا ايه انعمها واخليها متساويه كويس، لان دي الواجهه بتاعت او وش الجاتو. اقول لك بقى خرطة الجاتو او قطعة الجاتو كلفتني كام؟ كلفتني من 7 جنيه ونص ل8 جنيه. تخيلي بقى، اللي بتشتريها ب50 جنيه. وصدقيني صدقيني فعلا طعمها بيكون احلى والطعم قوي كده وفيه دسم، لان الكريم شانتيه انت جايبه نوعيه كويسه. اللي بستر كريم بيديله طعم حلو جدا. بتبقى طعمها صدقيني احلى من الجاهزه. كلفتني 7 ل8 جنيه. تخيلي الفرق من 50 جنيه. فيعني اتمنى ان كلكم تجربوه بطريقتي وقولي لي رايكم فيه ايه. واتمنى ان انتي تشجعيني بلايك زي ما قلنا كده. وانا بقطعها معلش برضو عشان ايه الفيديو ما يفوتناش. وانتي بتقطعيها تمسحي السكينه بميه، تبلي السكينه في ميه دافيه وتمسحيها. ده بيساعد ان هي ما تتفتفتش معاكي. وزيني بقى باي طريقه انتي عايزاها كده. انا حطيت كريم شانتيه وحطيت عليه اللوزه، حطي عليها اي حاجه انتي عايزاها.